كوكو لي في جيسبر تكونوا سافا. انا راني سافا لاباس الحمد لله. نتمنى تكونوا كامل بخير ونتمنى تكونوا توحشتوني كيما انا ثاني توحشتكم. واليوم جيتكم بهاد لا فيديو جديده وجبت لكم معايا وصفه البسبوسه اللي كامل تحبوها واللي كامل طلبتوها مني في التعليقات. وصفة سهلة بزاف واقتصادية، والأهم من كل هذا ناجحة 100%. راح تنجح معاك من أول تجربة، واللي عادت ما تصلحلهاش بإذن الله تتبع هذه الطريقة وراح تنجح معاها. بسم الله، نفوتوا المقادير وطريقة التحضير. عندنا 5 بيضات، كاس حليب، كاس زيت، وكاس سكر. عندي ملون صفر، عندي لاروم تاع الكراميل، وعندي 2 باكيات تاع لا ليفير شيميك. نفوتوا مع بعض ونشوفوا طريقة التحضير. في ريسيبيو لحت البيض تاعي وضفت عليه رشة ملح كما راكم تلاحظوا، ونضيف عليهم كاس تاع السكر تاعي ولاروم تاع الكراميل، نقطة صغيرة برك تكفي. ونضيف الملون تاعنا. والبنات كاين اللي تحب تخلطها بالفوي برك، واللي تكون مزروبه ولا تنجم تخلطها بالباتور. كيما تلاحظوا البنات نخلطها مليح حتى يذوب السكر تاعي. كيما تشوفوا البنات هنا راني سرعت الفيديو. هنا بعد ما كملت خلطها ما خلطتهاش بزاف كيما راكم تشوفوا. وهنا جبت السميد تاعي. البنات كيلت بالكاس هذا درت 2 كيسان وشويه برك. كيما تشوفوا البنات نضيف نصف الكميه ونزيد نغربل عليه الخميره تاعي كيما تشوفوا البنات، ونكمل الكميه اللي بقات لي. ونجيب فوي تاعي ونبدا نخلط كيما تشوفوا البنات. نخلط مليح حتى يمتزج كامل هذا الخليط مع بعض. وهنا البنات كنت سبقتكم وشعلت الفرن تاعي على درجة حرارة 180 ونخليه يسخن حوالي ربع ساعة قبل ما اللوحة تطيب. كي اللوحة البنات نخليها تطيب مليح حتى تحمر على الحراف كامل، ومن بعد نشعل لها تحمر من الفوق. ما كنتوا تشوفوا البنات هنا دهنت الصينيه تاعي بالزيت ورشيتها بشويه سميد باش ما تلصقليش. وهنا كيما تشوفوا البنات نفرغ الخليط تاعي كيما راكم تلاحظوا، ونحاول نخبط شويه الصينيه باش يتنحى الهواء اللي راهو فيها لتحت. البنات انا ما في المرحله هذه قبل ما طيب نرش عليها شويه جلجلانيه ولا كاوكاو محمص. وكيما درك ما حبيت ندير لها حتى حاجه، حبيت نزينها من الفوق برك. كيما تلاحظوا البنات هنا بعد ما طابت لي جات تشهي وجا لونها مليح يهبل. انا نحبها هكا، ما نحبهاش تكون بيضه ولا نحبها تجي حمراء، تجي بيان دوغي. كيما تشوفوا البنات راهي جات خفيفه خلاص. هنا تكون خرجتها قبل بشوي تكون بردت شويه والعسل تاعي يكون مازال سخون. وكيما تشوفوا البنات هنا نحاول نسقيها، ولازم نكثروا لها شويه العسل البنات باش تجي مشربه تجي معسله، ما تكونش ناشفه من الداخل. انا كيلو تاع السكر نحي كاس نضيفه في البسبوسه لداخل، والباقي نطيبو نديرو عسل نشرب به البسبوسه تاعي. انا نحبها مشربه بزاف البنات كيما راكم تلاحظوا. كيما تشوفوا البنات شوفوا العسل راه يهبط اهو هكا من بعد يشرب. كيما تشوفوا البنات جات تشهي، جات خفيفه تهبل. كيما مرفا نقول لكم راهي الصوره تعبر على نفسها. وهنا البنات نحطوها على جنب نخليوها تبرد شويه ونوجدوا لا كريم شونتيي تاعنا. كيما تلاحظوا البنات كانت عندي كيله صغيره نتاع حليب بارد بزاف جبته من الفريجيدار، وعندي كيله تاع بودره الشونتيي، وضفت لهم مغرف صغيره تاع لاروم تاع الكراميل، ونخلطوا مليح بالباتور حتى تحكم روحها حتى تطلع لا كريم شونتيي تاعنا باش نحبسو. كيما تشوفوا البنات هذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها، ولا هنا نعمرها في لابوش تاعي باش نزين بها كيما راكم تلاحظوا البنات.
وهنا نرجعوا للبسبوسه تاعي بعد ما بردت. نقطعوها دي مورسو صغار كيما راكم تشوفوا. انا نحب نديرهم معينات وكل وحده تقصهم بالشكل اللي راهي حباتو كيما راكم تلاحظوا البنات. هنا راني مصرات لكم لا فيديو خاطر ما كانش اللي ما تعرفش تقص البسبوسه. شوفوا البنات كيفاه جات، كيفاه طابت لي من التحت. شوفوا راهي جات خفيفه تشهي. نحي الحرف هذو ونحط الحبات المفينين نحطهم في بلا ونزينهم كيما تلاحظوا. نقصهم بالشكل هذا. هاي جات خفيفه تهبل البنات. هنا كنت درتها رحت لدارنا ما حبيتش نروح يديا فارغين ديتها معايا كامل كلاوها وعجبتهم كامل. قالوا لي جات تهبل يعطيك الصحه. كيما تشوفوا البنات هنا بعد ما زينتها هذا هو الشكل النهائي اللي تحصلت عليه. وهذه هي وصفتنا لنهار اليوم. نتمنى تنال اعجابكم واللي عندها اي استفسار تحطه لي في لي كومونتير وباذن الله راح نرد لها عليه. وهنا حبوباتي نكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو. نتمنى تكون نالت اعجابكم. نتمنى من كل قلبي تكونوا استفدتوا من الوصفه اللي عطيتها لكم وماذا بيا تكون عجبتكم. واللي ما اشتركتش في القناه نتمنى تدخل تشترك ودير لي جيم وكومونتير. نكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو. حبيت نقول لكم نحبكم بزاف 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 ونتهلاو لي في رواحكم. باي.